ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. تعالوا النهارده نعمل مع بعض الشمروخ الجامد ده، وهنعمل كمان معانا صوص الشيدر بكل سهوله. يلا نبدا ونشوف هنعمل ايه مع بعض. الحشوه بتاعتي النهارده هتبقى شاورما فراخ، فيلا نعمل اول حاجه تتبيله الفراخ. معانا الفراخ بتاعتنا مقطعينها شرايح كده بالطول، هحط عليها ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، كزبره وزنجبيل وكمون وبابريكا. وبعدين هضيف عليهم عصير ليمونة، وهحط عليهم معلقة كبيرة من الخل، معلقة كبيرة من الزيت، وهحط معلقة كبيرة من الزبادي. وهقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه، واسيب الفراخ بتاعتي في التتبيلة. حابة تعملي التتبيلة دي قبلها بيوم، حابة تعمليها قبلها بساعة بساعتين، براحتك. كل ما تسيبيها في التتبيلة اكتر هتاخد من طعم التتبيلة اكتر. بعد ما سيبناها في التتبيلة تعالوا بقى نسويها. طبعا الطاسة بتاعتك سخنت كويس جدا جدا جدا، هنزل عليها بالفراخ كده واشوحها. هتنزل تاخد صدمة على طول علشان الطاسة بتاعتك سخنة جدا، من غير اي دهون، مادة دهنية يعني او اي حاجة. وهنسويها بالشكل ده، وهنفضل نقلب فيها لحد ما تاخد لون. وبعدين هضيف عليها مكعب زبدة بالشكل ده، وهحط البصل بتاعي متقطع جوليان، وهقلب واشوح فيهم لحد ما البصل يدبل والفراخ تستوي وكله يختلط مع بعضه. هنا بقى كانت الشاورما بتاعتنا جاهزة، هطفي عليها. وتعالوا نعمل صوص الشيدر. معانا مكعب من الزبدة او معلقة كبيرة من الزبدة، وهحط عليها معلقة كبيرة من الدقيق، وهقلب كده لحد ما الدقيق بتاعنا يستوي. ولو مش حابة تستخدمي الزبدة ممكن تستخدمي معلقة سمنة او معلقة زيت، مفيش مشكلة، او ميكس يعني. هنقلب كده ونشوح في الدقيق لحد ما ياخد لون. شايفين عمل ازاي؟ في المرحلة دي هنزود كوباية من اللبن. هنقلب بقى على طول، تفضلي تقلبي كده كأنك بتعملي البشاميل، هتفضلي تقلبي لحد ما الخليط يتقل معاكي. شايفين؟ بعد ما بيتقل بالشكل ده بجيب معايا كوباية من الجبنة الشيدر. انا الجبنة بتاعتي كانت مبشورة، بس كانت طالعة من الفريزر فكانت جامدة. هتنزل في الخليط هتسيح وهتبقى حلوة جدا. انا في المرحلة دي طفيت النار طبعا، وهفضل اقلب فيها لحد ما تسيح بالشكل ده. شايفين قوامها عامل ازاي؟ يعني الجبنة بتاعتك ممكن تكون مبشورة، ممكن تكون قطعة كاملة، مفيش مشكلة، هتسيح معاكي بالشكل ده. تعالوا بقى نعمل الساندوتش بتاعنا. ده العيش اللي انا عملته معاكم، طريقة نزلت لكم امبارح، العيش السوري. هحط فيه التومية من تحت بالشكل ده، وهحط عليه شاورما الفراخ بتاعتنا. وهنزل لكم فيديو التومية انا عملته معاكم قبل كده، هحطه لكم برضو، هنزله تاني. وهحط صوص الشيدر اللي احنا عملناه مع بعض دلوقتي بالشكل ده. هحط بقى جبنة موتزاريلا كده. وفي المرحلة دي الساندوتش بتاعك خلص، قفليه كده من على جنب، وبعدين اعمليه رول بكل سهولة بالشكل ده. وعلشان نتأكد ان الساندوتش يبقى ماسك في بعضه ما يفكش معاكي في الزيت، فهنجيب معلقة صغيرة من الدقيق على ربع كوباية مية، نقلبهم وهندهن الطرف بالشكل ده. وكده العيش بتاعنا لزق في بعضه. نيجي بقى نحطه في دقيق وبقسماط وبيض. دقيق الاول وبعدين في البيض، وبعدين هنحطه في البقسماط. البقسماط المفروض يكون فيه حبة البركة، بس انا مش حاطة فيه حبة البركة. البقسماط بتاعي فيه بقدونس مجفف، فممكن تستخدمي بقسماط عادي سادة، ممكن تحطي فيه اي نكهات انتي حباها، بقدونس، حبة البركة، سمسم، براحتك. تمام. هنغلفه كده كويس جدا ونضغط عليه. وتعالوا بقى نروح على الزيت سخن، الزيت بتاعك يكون سخن. هنزل في الزيت بالساندوتشات بتاعتي بالشكل ده، وهنفضل نقلب فيها فوق وتحت وكل الاتجاهات لحد ما ياخد لون. هو طبعا كل حاجة معانا مستوية، فهننزل بس مجرد ما ياخد لون كده ويقرمش هنرفعه على طول. الزيت بتاعك بيكون سخن، بتهدي النار شوية على درجة حرارة متوسطة لحد ما ياخد لون من جميع الاتجاهات، وكده هيبقى جاهز معاكي وبالهنا والشفا. شايفين؟ تعالوا بقى نقدمه. بصوا شكله عامل ازاي، حاجة كده من الاخر. وكمان عملت بطاطس وحطيت عليها صوص الشيدر بالشكل اللي انتي شايفاه ده، حاجة كده في منتهى اللذاذة والطعامة. جربيه وهيعجبك جدا. وتعالوا نفتحه كده ونشوف شكله من جوه عامل ازاي.
واستنوني بكرة هنزل لكم سندوتشات تانية بالعيش السوري اللي احنا عملناه مع بعض، وكمان هنزل سندوتشات صيامي. بصوا شكله عامل ازاي من جوه، جوسي وخطير خطير خطير. جربوه ووعد مش هتندموا. ساندوتش من الاخر. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، واشوفكم المرة الجاية في حاجة جديدة نتعلمها سوا. باي باي.